انك تبقى مقتنع ان انت بتعمل حاجه صح. ترتيب الصيام، احنا بنصوم صوم اسمه الاربع والجمعه، ليه؟ طول السنه ما عدا الخمسين، صح؟ ليه؟ ربنا بيحط لنا ماده في وسط الاسبوع تعمل لنا ستوب. يعني انت بتفطر كل الاسبوع ما عدا الاربعاء والجمعه، لو فطرت يمكن اسبوع تنسى. ربنا يفكرنا. طب هم ليه دول؟ تفتكر اربع التشاور اللي اتامرت فيه البشريه كلها على رب المجد او اليهود، واثنين بقى ايه؟ الجمعه العظيمه اللي هو اهم يوم في حياه الانسان، واللي هو يوم الفداء، يوم صلب المسيح. اربعه وجمعه كانوا بياكلونا فيهم سمك يا منى اهو. بص بقى انتوا ناس مش منظمين، كل واحد فيكم بيعمل لهواه. البابا كرونوس كان بياكلنا سمك، البابا شنوده لغاه. على فكره ده صحيح، ده صحيح. هل احنا مش لا، هقول لكم ليه. البابا كرونوس استلم من الاباء القدام ان احنا ناكل سمك، وانتوا عارفين ليه بناكل سمك في الاسوار؟ تخفيفا على المؤمنين، واخدين بالكم؟ وكمان السمك صحي جدا. ثلاثة، السمك لا يأتي عن طريق التكاثر الجنسي، مش انتوا عارفين برضه؟ طيب البابا شنودة قال ايه؟ لا يعني ليه ما نعملش شيء ارقى شويه، راقي قوي. الصيام بتاع السمك ده ينفع نخفف على المؤمنين في يوم الجمعه او يوم الاربعاء دول في وسط الاسبوع، وننسى يوم الجمعه اللي هو صلب فيه المسيح، اللي بنبقى احنا في الجمعه العظيمه اصلا بنعمل ايه؟ صايمين، وبنشرب فيه ايه كمان؟ احيانا اجدادنا دلوقتي احنا بنعمل الدلعيل ولا الخل ولا غيره، نطلع على الطعميه على طول، ياخد كرتون الطعميه لوحده، واخدين بالكم؟ فيحصل ايه؟ اربع وجمعه عندنا علشان دول بنسميهم صيام من الدرجه الاولى. اصعدهم قداسه البابا شنوده الثالث، ربنا ينيح نفسه، لفكره هل ده صح؟ هل ده غلط؟ منتهى الصح. طب هو كله غلط؟ اطلاقا اطلاقا. بالعكس، واحد كان فاتح الباب والتاني عمل ايه؟ وسع البتاع شويه. لان الباب اصلا وكان في موجود صيام، بننظم، الكنيسه بتنظم. ومرة ربنا جعل ليه الاباء خليفه الاباء، بيسموا البطرك ايه؟ خليفه الاباء الرسل. يسموه ثالث عشر الرسل. الاب البطرك ده، الاباء كانوا 12 وهو 13، تخيلوا؟ ثالث عشر الرسل. طيب وبعدين عندنا نقل جبل المقطم، عندنا ال 40 يوم اللي صامهم موسى على الجبل. موسى استلم الشريعه، واحنا بصيام الملاك بنستلم رب المجد عشان يعمل ايه؟ يقدم فداء للبشريه. فبنصوم ال 40 يوم بتوع مين؟ موسى. حطيتوا لنا 3 ايام ليه؟ حطينا لك 3 ايام علشان ما تنساش اللي عمله ربنا في جبل المقطم. سؤال، لو كنا لغينا ال3 ايام صامهم البابا ابراهيم بن زرعه وقلنا لغوهم بقى خلاص، كنت هتعرف القصه؟ كانت الاجيال هتتناقل القصه؟ ابدا، بالعكس. انما الموضوع فضل قدام عينينا، عمل الله معجزات ربنا وحفاظه على شعبه مهما كانت الاخطار. 43. وبعدين عندنا السادس وال55 يوم. ال 55 دول عندنا ال 40 اللي صامهم رب المجد، بعدما صام 40 نهارا و40 ليله جاع اخيرا. وطبعا صام رب المجد من غير اكل، مش انتوا عارفين كده؟ ال 40 يوم جاع اخيرا. طيب وايه تاني؟ وعندنا اسبوع الاستعداد، التهيئه، بنهيئ نفسنا للصوم. وعندنا اسبوع اسمه اسبوع ايه؟ الالام، وضعوه الاباء عشان قدسيه اسبوع الالام. قدسيه اسبوع الالام. ليه ما بناكلش فيه سمك؟ علشان ده صيام من الدرجه الاولى، صام رب المجد بنفسه. صام رب المجد بنفسه. واخدين بالكم؟ عشان نقرب قوي، يسموه ربيع السنه وخزين السنه، والاباء يقولوا كلام جميل قوي عنه. صيام العذراء انتوا عارفين، ما نقدرش نسيب امنا العذراء كده من غير ما نعمل لها احتفالها الشخصي اللي ربنا اظهره وجسدها صعد للسماء، والرسل قالوا رب احنا عايزين نشوف، وصاموا ال 15 يوم بتوعها. يعني مش ممكن ابدا ننكر كرامه امنا العذراء والده الاله. الكنيسه نظمت وعملت الصيام اللي صاموه الاباء، الصوم الاباء الرسل اللي هو اقدم اصوام الكنيسه. وفي حد قال لي سؤال يا ابونا من غير ما تتحرج، بالصوم الرسل اصلا 10 ايام بتخلوا 30 و40 و20 بتمشوه على مزاجكم؟ لا،
مفيش حاجه على مزاجنا خالص، بيجي حسب التقويم الابوقتي. احنا لينا تقويم بتاعنا، نظام بتاعنا، فبيجي هو وسط النظام 20 30 اقصى 46 اقل 15. طب ما تيجي نغيره قلنا نخليه 10 ايام. لحد القرن ال11 كان 10 ايام. من 1000 سنه دخل جوه التقويم الابوقتي. طب ما تيجي نرجعه تاني. كل الاجيال اللي موجوده في حاليا عايزه اصلا تلغي الصيام. لو احنا رجعناه ل 10 ايام، بعد شهور ايه؟ شيلوا اسبوع الاستعداد، بعد شويه شيلوا الثلاث ايام بتوع رجب الارض، بعد شويه شيلوا الاربع والجمعه، بعد شويه الغوا الايمان. يحصل ولا ما يحصلش؟ يبقى احنا كما كان هكذا يكون، كان هو مش بيقول كده. ما تسلمت اسلمه عشان نحافظ على الكنيسه، لكن لما نقعد كل حاجه يلا نغير اصل تخفيفا على المواليد. ما حدش عايز يصوم اصلا، ما حدش عايز يصوم. واخدين بالكم؟ دي الاسئله اللي بتطرح على النت بقى، ان الصيام عقاب، ان الصيام ما كانش موجود، ان احنا بنعمله بمزاجنا، نعمله 55 نقلله 40. ما حصلش. ده انا بقول لك الشيء الوحيد من القرن ال11 كان صوم. يعني بقى لنا 1000 سنه، مش حاجه اتغيرت من 1000 سنه. ده كانوا واخدين قرار ما قبل البابا الشهود والبابا كرولوس ان صوم الرسل يرجع 10 ايام. لقوا انه هيحصل زي ما بقول لكم كده، يحصل نوع من كل حاجه بقى نطرد عليها فنغيرها. عارفين لما كانوا في ايام 2011 قبل ما يبقى في دستور، كان كل شويه يطلعوا مجموعه تعترض فنسمع كلامهم. خربت البلد ولا لا؟ لكن لما بقى في قانون حاليا ودستور الدوله ماشي عليه، بقى في استقرار. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. انا عايز اقول لكم ان اكتر شيء ربنا بيعمله للانسان هو انه يحافظ على الانسان جوه النعمه الالهيه اللي هي ايه؟ الصلاه والصوم، القداس، الاسرار. وبعدين كل شويه يطلعوا لنا بحاجات، اوعى تخاف، اوعى تتضايق. كل ده مردود عليه، وكل ده احنا عاملين حسابنا عليه. وربنا مش بيترك كنيسته بلا شاهد ابدا، وبيدينا نعمه لان كنيستنا كنيسه عظيمه، وكنيسه ما بتخافش ابدا من اللي بيطلع وبيتقال. ياما